أنا الحمد لله صرت تقريبا نمبر 1 بمجالي بالوطن العربي، وحابب إني أترك بصمة للعرب وبالعالم بهذا المجال. وتذكروا هذا كلامي مني، هدفي هو إنه أعمل أكبر محتوى لتعليم التداول باللسان العربي، لأنه يمكن هذا الشيء عانيت منه كثير أول ما بديت أنا. فإذا أنت فهمت كلامي هذا كله صح وجاهز وبتحس إنه عندك شخصية وعقلية إنك أنت تستمر وتبدأ بهذا المجال، فأهلا وسهلا فيك بعالم الاستثمار والتداول الممتع. رح نبدأ هلأ بالتعليم من الصفر. يعني أنا رح أعتبر إنه أنت عم تحضرني هي أول مرة أنت بتسمع عن شيء اسمه تداول وما بتعرف شيء عن هذا المجال قبل هيك، ورح أبدأ معك ستيب باي ستيب، يعني خطوة ورا خطوة من الصفر لحتى إنك تتعلم المجال كامل. بهذا الفيديو رح تتعلم كل الأساسيات ورح تطلع بتعرف تتداول. بيبقى عنا الأشياء المهمة والاحتراف أكثر، وإنك تتعمق أكثر بالمجال حتكون بفيديوهات تانية. الطريقة اللي أنا بدي أعلمك فيها اليوم أنا مجربها كثير وبعد سنين، يعني أنا حتى هي الطريقة مجربها على ناس اوفلاين مو على الانترنت، يعني مو فيديو عم يحضروه، لا اني انا اقعد مع شخص مثلا وما بيعرف اي شيء عن المجال واقعد اشرح له بهي الطريقه من الصفر. كانت دائما ردود الافعال انه هي افضل طريقه للتعليم. لهالسبب انا رح اقسم التعليم لقسمين. القسم الاول هو رح يكون نظري فقط. هلا رح اعلمكم نظري كل شيء، رح اعلمك مصطلحات، رح اعلمك اشياء بدي اياك تفهمها انت وتعلق بذاكرتك، تفهمها بعقلك قبل ما نبدا نطبق اي خطوه عملي. والقسم الثاني رح يكون عملي، اللي هو انه نحن نمسك الكمبيوتر والموبايل. رح اعلمك على الكمبيوتر وعلى الموبايل كيف انك تبدا تطبق خطوه خطوه الاشياء اللي رح اعلمك اياها بالقسم النظري. هلا يعني رح نبدا هلا نظري وبعدين عملي. شوفوا من البدايه انا ببسط المعلومه كثير لامشي معك كمبتدئ، يعني امشي معك من الصفر، فرح تلاقيني ببسط لك المعلومه كثير وبسهلها عليك لحتى انك تقدر تستوعبها بشكل صح. والشيء اللي رح نتعلمه بهذا الفيديو رح يضل مرافقك كل حياتك بعالم التداول. اول شيء شو معنات كلمه تداول؟ كلمه تداول هو انك تشتري شيء بسعر وتنطر عليه فتره وتبيعه بسعر اعلى وتحقق ربحها بكل بساطه. طيب التداول ممكن يكون على اي شيء بالدنيا، يعني اي شيء بالحياه قابل لانك تتداول عليه، قابل انك انت تشتريه وتبيعه، فانت بتقدر تقوم بعمليه التداول. التداول موجود من سنين طويله كثير. التداول ممكن يكون على عقار، ممكن يكون ذهب، ممكن يكون اسهم شركات مثل تسلا، جوجل، مايكروسوفت، ممكن يكون على ازواج عملات، يعني عمله مقابل عمله ثانيه. يعني مثلا انا اشتري بيت بسعر ويغلى هذا البيت وبعدين بيعه واربح، او مثلا اشتري ذهب بسعر ولما يغلى سعر الذهب ارجع بيعه وحقق ربح. هذا هو بكل اختصار مفهوم كلمة تداول. تداول العملات كيف يعني بصير تداول العملات؟ يعني انك تشتري عملة مقابل عملة تانية وتبيعها بسعر وتربح. فانا مثلا بشتري ب 100 دولار، مثلا بشتري 90 يورو وبنطر فترة، فلما يغلى سعر اليورو مقابل الدولار فبرد ببدل ال 90 يورو يلي معي لدولار، فانا برجعها مثلا 105 او 110 دولار. فهي الخمسة او العشرة دولار هي الربح تبعي. وهذا الشيء بيصير على ارض الواقع. لما انت تروح مثلا بدك تسافر على بلد، ولنفرض انت رايح على الاردن، فانت معك 100 دولار مثلا بدلتها على 70 دينار اردني، سافرت على الاردن اسبوع ورجعت، ما لزمتك هي ال 70 دينار، فدخلت عند نفس المكتب اللي انت بدلت منه ورديت رجعت هي ال 70 دينار ل 100 دولار، فرجعت لك مثلا 107 دولار. هي ال 7 دولار شو هي؟ هي ال 7 دولار اللي هي فرق العموله، لانه سعر الدينار ارتفع مقابل الدولار، فانت حققت ربحك. وهي العمليه من التداول يلي نحن بنعملها كمتداولين بس على الموبايل او الكمبيوتر او على الايباد، لانه هلا الزمان اتطور فصار فيك تعمل هي الآلية وانت قاعد ببيتك وعم تتداول من كمبيوترك. يعني مثلا نحن بنشوف هذا الشارت اللي شايفينه قدامكم، هذا اسمه شارت، يعني هذا سعر العملة، عملة مقابل عملة ثانية، بيضل بيرتفع وبينزل. فنحن حسب تحليلات بنشوف انه هي سعر العملة مثلا بده يرتفع مقابل عملة ثانية، فبنشتري من هي العملة ولما يرتفع السعر بنرجع بنبيعها، او بنقدر نبيع من هي العملة لما نحس انه السعر بده ينزل، فانت بتبيع وبتاخذ ربحك. وهلا رح نشرح كل شيء بتفصيل بانك تفهم علي 100% شو قصدي. مفهوم التداول انت فهمته وعرفت شو يعني تداول. خلينا نفتح الايباد لاشرح لكم شو بيلزمك انت مصطلحات او بيلزمك اشياء تتعلمها نظريا اول شيء لحتى تقدر بعدين انك تطبق عملي وتتداول. اول شيء حتى تتداول لازم تفهم شيء اسمه ازواج العملات. ازواج العملات يعني عمله مقابل عمله ثانيه، وبيكون في إلها رموز بالعاده. يعني مثلا يورو يو اس دي، اليورو يو اس دي يعني اليورو مقابل الدولار، تمام؟ او مثلا عندك بيكون الجولد، بيجي احيانا مكتوب هيك او احيانا بيرمزوا له اكس اي يو اس دي، هيك له رمز، يعني الذهب مقابل الدولار اللي هو الذهب نحن بنقول. او مثلا عندك يو اس دي جي بي بي اللي هو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. وفي ازواج عملات كتير ما لها عدد، يعني كل عملتين مقابل بعض بيكون لهم رمز وبنسميه نحن ازواج العملات، ومفرده زوج عمله، يعني هذا زوج من العملات. رح احط لكم صوره قدامكم هلا فيها رموز العملات وفيها اسمائهم، بدي اياك تاخذ سكرين شوت وتحفظ هي الصوره عندك لانه رح تضل مرافقتك دائما.
هلا فهمنا شو يعني مصطلح ازواج العملات، وهذا اول شيء بيلزمك لحتى انك تقدر تتداول. يعني لازم تختار اول شيء زوج عملات لحتى تختار اي عمله بدك تتداول عليها، وشو العمله اللي بدك تشتريها مقابل عمله ثانيه. المصطلح الثاني اللي بدي اياك تفهمه، بدي اشرح لك اياه، اسمه شارت. شو يعني شارت؟ انت حتى تشتري وتبيع عمله لازم تشوف سعر هي العمله، فشو يلي بيدلك على انه السعر عم يرتفع او عم ينزل؟ هو الشارت، هو هذا اللي شايفينه وراي، اللي هو مثل رسم بياني، هيك بيجي شكله. هذا ولنفرض مثلا اليورو دولار، فهذا الرسم البياني بيكون عم يرتفع وينزل حسب سعر العمله. فانت مثلا بتنطر من هون نقطه انك تدخل فيها، وبيكون متوقع انت صعود للسعر، فبهي النقطه بتشتري انت، ومع صعود السعر لتوصل للنقطه اللي انت بدك اياها بتبيع وبتطالع الربح تبعك. فهي بيكون اسمها صفقه شراء، انك انت اشتريت من هي العمله. هيك فهمت علي انت شو معنات كلمه شارت وشو هي الخطوط اللي بتشوفوها. طيب هل الشارت هو شكله هيك بيكون على البرنامج او على الكمبيوتر؟ لا، ما بيكون شكله هيك خط. تمام؟ كيف بيكون شكله؟ بيكون على شكل شموع من إلها بالعربي أو كاندلز، وهي الفقرة أو المصطلح اللي بدي أشرح لك إياه هلا، وبدي إياك تفهمه صح. وهذا الشرح بفيدك بأي نوع من التداول بالعالم، كريبتو، بيتكوين، هلا طالع البيتكوين ترند، أي شيء بدك تتداول عليه رح تفهمه صح هلا. وهاي المصطلح الشموع رح يرافقك دائما بمجال التداول. شكل الشارت ما بيكون خط، شكل الشارت بيكون هيك مثل هي الشاشة اللي قدامكم، وبيكون السعر عم يطلع وينزل، وانت عم تراقب السعر كيف عم يطلع وينزل. والشموع بيكونوا عندنا شمعة خضراء وشمعة حمراء. طيب شو الفرق بينهم وليش هيك الوانهم وليش هيك اشكالهم؟ الشمعة مثلا ولنفرض هي الشمعة الخضراء بيكون هيك كلها اخضر، تمام، وبيكون في إلها خط من هون وخط من هون. او بيكون عندنا شمعة حمراء هيك شكلها مثلا وبيكون لونها احمر. ليش هيك اشكالهم وشو هن هدول الشموع؟ الشمعة هي من هون لهون، هذا القسم الغامق اللي انتم شايفينه اسمه جسم الشمعة، والخط هذا يلي من هون لهون، وهذا الخط اللي تحت من هون لهون، هذا اسمه ذيل الشمعة، يعني ديل الشمعة. هي الشمعة الثانية عنا من هون لهون جسم الشمعة، وعنا هدول الخطين اللي هن هاد وهاد ذيل الشمعة. شو هدول وليش هيك اشكالهم؟ رح اشرح لكم هلا باختصار. اول شغلة بدي اشرح لك اياها انه الشمعة إلها مدة، يعني هي الشمعة الخضراء او الحمراء في إلها مدة من الزمن، اما دقيقة او مثلا 3 دقائق او مثلا ساعة او مثلا 4 ساعات او مثلا يوم او مثلا شهر. مدة الشمعة هي انت بتختارها، يعني انت على البرنامج في عندك كبسة بتكون بالزاوية بتكبس عليها، بتختار مدة الشمعة يلي بدك البرنامج يعرض لك اياها، اما دقيقة او 3 او ساعة او 4 ساعات او يوم كامل او شهر. فلما انت تختار مثلا ولنفرض هي الشمعة مدتها مثلا 3 دقائق، الشمعة الخضراء هي اللي قدامك مدتها 3 دقائق، انت اخترت انه بدك مدة الشمعة 3 دقائق. ركز معي، السعر يلي بدأت منه الشمعة، يعني يلي فتحت فيه الشمعة، بيبدأ من هون من اول جسم الشمعة، والسعر يلي بتنتهي منه الشمعة بعد 3 دقائق بيكون هون بنهاية جسم الشمعة. هي بدايتها وهي نهاية الجسم تبع الشمعة، وهي المدة من هون لهون بتكون 3 دقائق حسب ما انت اخترت وقت الشمعة، 3 دقائق او ساعة او يلي هو. الشمعة هي اللي اخترناها 3 دقائق، فمعناها شو بيقول لك الشارت؟ بيقول لك لما فتح السعر هون كان هون بداية الشمعة وهون نهايتها، يعني السعر خلال 3 دقائق تحرك من هذا السعر لهذا. فرضا هون كان 2700 مثلا، وهون مثلا 2703 على سبيل المثال، معناها بهال3 دقائق السعر تحرك 3 من هون لهون. هذا كان السعر يلي تحرك فيه ال3 دقائق واللي اسمه جسم الشمعة. طيب شو هو ديل الشمعة؟ ديل الشمعة هو أقصى سعر وصلت له الشمعة لتحت وأعلى سعر وصلت له الشمعة لفوق. معناها جسم الشمعة هو بداية السعر ونهايته، يعني السعر فتح هون سكر هون، هذا جسم الشمعة. ديل الشمعة هو أكثر مكان وصل له لتحت وأكثر مكان وصل له لفوق بخلال هدول ال3 دقائق، يعني بخلال هي ال3 دقائق شو أقصى سعر وصل له وأقصى سعر نزل له، هذا اسمه ديل الشمعة. يعني مثلا ركز معي، فتحة الشمعة هون ممكن السعر نزل وطلع كثير ورجع نزل وسكرت هون 3 دقائق، فمعناها اكثر سعر وصل له هو ديل الشمعة واكثر سعر وصل له لتحت، وجسم الشمعة هو لحظة فتح السعر ولحظة سكر. بالشمعة الحمراء بيكون السعر فتح هون وانخفض لهي النقطة، وبعدين بيفتح لك شمعة تانية مثلا ولنفرض خضرة هيك مثلا وفي إلها ديل وهون نزل كتير مثلا، وبعدين هون سكر فتح هون سكر هون السعر، بعدين فتح لك مثلا شمعة تانية خضرة أو حمراء، وهكذا. هيك بيمشي الشارت، وهي الشموع. مراجعة سريعة كتير بدي إياك تفهم منيح. جسم الشمعة هو سعر اللي طلع منه هون انخفض مثلا خلينا نقول 2705، وهون سكر مثلا على 2701 مثلا، تمام، هون انخفض فبيعطيك لون الشمعة أحمر. أوكي، فإذا
فاذا جسم الشمعة هو بداية السعر ونهايته، وديل الشمعة هو اقصى سعر وصل له واقل سعر وصل له الشارت. هيك انت فهمت 100% شو هن الشموع واشكالهم، وشو يعني ديل الشمعة وشو يعني جسم الشمعة، وفهمت هذا الشارت ليش هيك عم يمشي وليش هيك الالوان تبعه. انا عم بشرح لك هلا كمبتدئ، وعم بشرح لك مصطلحات واساسيات رح تضل كل عمرك ما تنساها. لهالسبب عم ندخل بالتفاصيل كتير، ورح علمك بس الاساسيات اللي بتلزمك بهذا الفيديو. في مصطلحات تانية بدي اياك تتعلمها يلي هو الصفقة او الصفقات بنسميها، تمام؟ او بيقولوا لها بوزيشن، بالعربي بيقولوا لها صفقات. الصفقة شو هي؟ ركز معي. ولنفرض هذا هو الشارت، طبعا بيكون على شكل شموع، وانا بهي اللحظة عند هي النقطة اتوقعت صعود للسعر. فلما انا اتوقع صعود للسعر بدخل صفقة اسمها باي، يعني صفقة شراء. معناها السعر بده يطلع وانا بدي اشتري، بدي بيع هون، تمام؟ هي اسمها صفقة باي. شو في شيء ثاني كمان للصفقات؟ في شيء اسمه انه انا متوقع هون بهي النقطة رح يصير هبوط للسعر، فانا بدخل صفقة اسمها سيل، يعني صفقة بيع، يعني انا ببيع هذا زوج العملات. فلما ينخفض السعر بسكر صفقتي هون، انا هون مع هبوط السعر وباخذ الربح تبعي. فاذا عندنا صفقه شراء لما انت تتوقع بده يرتفع السعر وبتربح، وصفقه بيع يلي هي سيل لما انت تتوقع في هبوط للسعر. فالمتداول بيربح لما يرتفع الذهب ولما ينزل، لما يرتفع اليورو ولما ينزل، لما يرتفع اسهم شركه ولما ينزل، لما يرتفع البيتكوين ولما ينزل. وهذا الشيء اللي بيميز المتداول عن المستثمر. المستثمر بس بيشتري، بينطر مده زمن طويله كتير، ولما يرتفع السعر ببيع، هذا اسمه مستثمر. اما المتداول بيقعد على الشارت يوميا، كل يوم بيتداول، وبنفس اليوم بشيل الربح تبعه، لانه دائما على مدار الثانيه السعر بيتغير، ما في سعر اي شيء بضل ثابت بالحياه. انت كمتداول يومي انت بتقدر تربح بصعود السعر وبتقدر تربح بانخفاض السعر. هي الصفقات يلي بدي اياك انا تفهمها لهذا الفيديو. بس بالفيديو الجاي او بالفيديوهات اللي بعدها رح اشرح لك اشكال صفقات اكثر تقدر انك تتحكم فيها اكثر بالسوق. بس لهون بدي اياك تفهم البيع والشراء بس. في مصطلح اسمه تيك بروفيت، وفي مصطلح اسمه ستوب لوز، وهذا الشيء اللي انت لازم تحدده للبرنامج من قبل دخولك للصفقه. يعني انت اول شيء اخترت زوج العملات، بعدين شفت الشارت وتوقعت صعود او هبوط فاخترت رح تكون صفقتك بيع او شراء. الشيء اللي بعده اللي بدك تختاره هو التيك بروفيت والستوب لوز. شو يعني تيك بروفيت؟ شو يعني ستوب لوز؟ خلينا نشرح اول شيء التيك بروفيت. التيك بروفيت، ولنفرض مثلا انت داخل صفقه باي وهذا الشارت قدامك، فانت توقعت صعود للسعر ودخلت بهي النقطه. مجرد ما تدخل الصفقه البرنامج بيسالك وين بدك نقطه الربح تبعك اللي هي التيك بروفيت. وهذا الشيء اللي بيميز الفوركس واللي بيخلي الفوركس ممتع اكثر بالتداول. وعلى فكره انا من عشاق تداول بالفوركس. فانت بتحدد له نقطه التيك بروفيت تبعك، واللي بنرمز لها نحن تي بي، هيك رمزها، اختصارها تي بي يعني تيك بروفيت. فانت مثلا ولنفرض دخلت هون بسعر 2700 وانت متوقع انه السعر رح يطلع ل 2707، فانت في عندك خانه بالبرنامج اسمها تيك بروفيت تي بي، بتكتب فيها رقم 2707، وهيك البرنامج لحاله لما يرتفع السعر لعند هذا السعر بسكر لك الصفقة وبيطالعك منها وبيعطيك الربح تبعك حتى لو كنت انت نايم. يعني انت بتدخل الصفقة بسعر وبتختار اذا بيع او شراء وبتختار التيك بروفيت تبعك. ولنفرض مثلا انت داخل صفقة بيع مو صفقة شراء، يعني صفقة سيل، هذا هو الشار، فانت توقعت هون نقطة هبوط، فبتدخل انت مثلا ب 2700 السعر وبتختار التي بي تبعك التيك بروفيت مثلا 2696. فالبرنامج لحاله لما يهبط السعر، لانه انت داخل صفقة سيل، يعني انت لازم لحتى تربح السعر ينزل مو يطلع. اذا انخفض السعر لعند هي النقطة يلي انت حددتها يلي هي 2696، فلحاله البرنامج اوتوماتيكيا رح يطالعك من الصفقة ويعطيك الربح تبعك. وهذا هو مصطلح التيك بروفيت، تمام؟ يعني انت تحدد شو هي نقطة الربح تبعك يلي بدك تنهي فيها الصفقة. الستوب لوز، شو هو الستوب لوز؟ الستوب لوز هو عكس التيك بروفيت، يعني انت بتختار نقطة الخسارة تبعك اذا لا سمح الله السوق عكس عليك وما طلع توقعك صح. يعني انت بهي النقطة قررت انك تدخل صفقة باي والسعر انت متوقعه بده يصعد، بس بدال ما يصعد السعر صار انخفاض بالسعر. فانت قبل ما تدخل الصفقة بعد ما تحدد كل شيء بيسألك في خانة اسمها ستوب لوز، واللي بنرمز لها اس ال، واللي الله يبعدها عنكم. الاس ال يعني الستوب لوز، يعني انت بتحدد نقطة الخسارة تبعك. يعني انت بتدخل مثلا بسعر 2700 وانت مستعد تخسر لغاية مثلا ال 2697.
فانت مانك مستعد تخسر اكثر من هيك، انت مستعد تخسر لهون، واللي هو مثلا مبلغ $50 20 100 1000 500 ألف. بتحدد السعر اللي انت بدك تخسره، اللي انت مستعد على خسارته، واللي انت متوقع انه السعر اذا انخفض لهون انا حاج ما بتحمل خساره اكثر. يعني مثلا انت راس مالك $20,000، فانت ما بيتحمل خساره اكثر من $100 مثلا. انا هذا اللي بشوفه منطقي. فانت بتحدد نقطه الخساره تبعك من قبل ما تدخل الصفقه. فلما السعر ينخفض ويوصل لهذا السعر اللي انت حددته، ففورا البرنامج لحاله بيطالعك من الصفقه وبتخسر المبلغ اللي انت كنت مستعد لخسارته، وبيطالعك بعد البرنامج. هذا الشيء ليش معمول او ليش موجود؟ ليش انا عم علمك اياه؟ لانه فرضا انت فتحت صفقه وتركت موبايلك او قمت او تركت كمبيوترك مشيت، السعر رح يضل ينخفض، فممكن يضل ينخفض لحتى يصير حسابك صفر، يروحوا فلوسك كلها. فلا، انت بتحدد من قبل ما تدخل الصفقه اذا انت رح تخسر قديش المبلغ اللي رح تخسره، واذا انت رح تربح قديش المبلغ اللي بدك تربح. خلينا نختصر كل شيء بسرعه. عنا اول شيء حكينا ازواج العملات، رح اشرح كل شيء باختصار لانه الفقره اللي بعدها كتير 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 مهم، واللي هي تقريبا اخر فقره قبل ما نبدا بالعملي. اول شيء شرحنا ازواج العملات يلي انت فهمتها. ثاني شيء شرحنا الشارت، شرحنا الشموع كمان دون، شرحنا الصفقات اللي هي باي وسيل، وشرحنا التيك بروفيت، وشرحنا الستوب لوز. اذا انت متوقع صعود للسعر فانت بتدخل صفقه باي، وبتحدد التي بي تبعك، وبتحدد الستوب لوز تبعك. اذا السعر ارتفع للنقطه اللي انت متوقعها فانت بتاخذ ربحك، اما اذا انعكس السوق وضرب بالنقطه اللي انت محددها فانت بتخسر حجم الصفقه اللي انت داخل فيه. صفقه السيل بالعكس، انت متوقع هبوط للسعر وانت داخل صفقه سيل، فانت لازم تحدد التي بي تبعك بيكون تحت والستوب لوز تبعك بيكون فوق. فاذا نزل السعر مثل ما انت متوقع فانت رح تحقق ربح، اما اذا انعكس السوق وطلع للنقطه اللي انت محددها فانت رح تخسر. طريقه شرح ولا ابسط ولا اسهل ولا احلى من هيك، وصدقني هذا الشيء رح تضل تدعي لي عليه كل عمرك باي مجال او باي ستايل من التداول. هلا فهمنا هي المصطلحات نظري، في شيء هلا ضروري كتير 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 انك تركز معي وتفهمه صح. باقي فقره صغيره وبسيطه كتير قبل ما نبدا بالفقره اللي كتير مهمه، خليني اشرح لكم اياها معلش عشان ضميري يكون مرتاح. في شيء عنا اسمه بريك ايفن. بريك ايفن يعني انك انت مثلا تدخل بصفقه متوقع صعود او هبوط بغض النظر، والسعر مثلا انت دخلت هون بصفقه باي مثلا، تمام، والسعر طلع ونزل ورجع لنفس النقطه يلي انت دخلت منها وطلعت، فانت لا ربحت ولا خسرت، يعني الصفقه كانت صفر. فهي بنسميها نحن بريك ايفن. كمان هذا المصطلح سجل لي اياه عندك، حطه زياده حيلزمك لقدام، او لما تسمع حدا عم يقول بريك ايفن، او لما انا بكون بفيديوهاتي الجايه عم بحكي هذا المصطلح. هيك نهينا المصطلحات الاساسيه، وبدي اشرح هلا شيء مهم كتير كمان البرنامج بيسالك عليه قبل ما تدخل الصفقه، ولازم تفهمه هذا لحتى تقدر تفتح صفقه فوركس، يلي هو اللافرج او بيقولوا له الرافعه الماليه بالعربي. وهذا صدقني اغلب الفيديوهات على اليوتيوب او الناس يلي شارحه ما حدا شارحه بطريقه صحيحه 100% بحيث انك انت تفهمها، بس انا رح اشرح لك اياها بطريقه تفهمها صح. وهذا الشيء الحلو يلي بيميز الفوركس، يعني الشيء اللي بيميز الفوركس واللي بيخلي الناس تحب انها تتداول بالفوركس اكثر ستايل عالميا، يلي هو الرافعه الماليه. شو يعني الرافعه الماليه؟ من اسمها رافعه ماليه يعني بترفع لك راس مالك. خلينا نبسطها ونشرحها اكثر. انت لحتى تعمل ربح كبير فانت بيلزمك راس مال كبير، صح؟ يعني مثلا اذا انا بدي اشتري عماره مثلا او بنايه، او بدي اشتري كميه كبيره من الذهب حتى اربح فلوس كتير، فانا بيلزمني راس مال كتير. لحتى انا اربح لازم انا اشتري $500,000 ذهب، وانطر الذهب يرتفع سعره 10% لحتى انا احقق ربح $50,000، صح ولا لا؟ صح. وهذا القانون بكل العالم او باي شيء بدك تعمله، باسهم شركات، بعقارات، باي شيء. منطقيا اذا صار في ارتفاع 10% فلحتى تربح 50,000 لازم انت يكون راس مالك 500,000، صح ولا لا؟ صح. اذا انت داخل مثلا $5,000 وصار ارتفاع 10% بالسوق، فانت بالمقابل قديش رح تربح؟ انت رح تربح $500. اذا داخل براس مال 500,000 رح يربح $50,000. اما انت اذا داخل براس مال 5000 رح تربح $500. وهذا الشيء المتعارف عليه عالميا، لو انه ما في شيء اسمه رافعه ماليه بالفوركس. رافعه الماليه بالفوركس ممكن انك انت تدخل $5,000 وتربح مثلا 20,000 او 50,000، تخيلوا. طبعا هذا الشيء اسمه مخاطره، بس انا عم بحكي لكم، عم قرب لكم الفكره لحتى توضح اكثر. هذا الشيء طبعا ما ينصح فيه لبعدين،
بعدين، بس انا بحكي لكم هلا امثله لحتى تفهموا علي. رح اقرب لكم بمثال واضح كثير شو يعني رافعه ماليه. رافعه الماليه بدك تعتبرها مثل انت اخذت مبلغ من منصه التداول اللي انت عم تتداول فيها، اخذت منها مبلغ لحتى تقدر تدخل بحجم اكبر من راس مالك. يعني في بيت عاجبني تمام، وهذا البيت سعره $100,000 اوكي، وانا معي بس بملك فقط $10,000. بس هي الصفقه عاجبتني، صفقه البيت رابحه، انا شايف انه هذا البيت رح يرتفع سعره بعد مثلا فتره من الزمن، انا شايف رح يرتفع سعره 50%، انا هيك شايف. فانا بروح مثلا باخذ قرض من البنك، والبنك بيطلب مني الدفعه كتامين، فبحط هي $10,000 تبعي دفعه تامين بالبنك، والبنك بيمولني $100,000 على اني اقدر اشتري هذا البيت. بعد فتره من الزمن فعلا طلع توقعي صح، والبيت ارتفع سعره 50%، يعني رجعت انا بعت البيت $150,000، رجعت الفلوس للبنك وانا ربحت $10,000، $50,000 صافيه لإلي. هاي $50,000 انا ربحتها $10,000 بدل ما ادفع $100,000. كيف؟ البنك مولني اني انا اقدر اخذ هذا العقار بهذا السعر، ولو انه كان راس مالي 10,000، ولما ربح العقار بعته، رجعت فلوس البنك واخذت $50,000 تبعي. بالفوركس نفس هي الآلية بتصير بالضبط. ولنفرض ما أنا موجود هذا الشيء، ما أنا موجود البنك، ولا موجود الرافعة المالية، ولا موجود حدا يمولني، فأنا ما رح أقدر أشتري هذا البيت. أنا رح أروح أشتري بيت أقل، ورح أشتريه سعره $10,000. ارتفعت العقارات 50% مثل ما أنا كنت متوقع. بنفس النسبة رجعت بعت البيت أنا $15,000، فأنا ربحت صافي $5,000 بنفس رأس المال. فإذا بهذا رأس المال أنا ربحت $5,000 بدون ما حدا يمولني أو بدون رافعة مالية. مع رافعة مالية دخلت على السوق كأنه ال10,000 يلي معي هي 100,000، فالسوق ارتفع بنفس النسبة. يعني أنا دخلت مثلا صفقة على الذهب، مثلا دخلت $1,000، والذهب ارتفع بهذا اليوم مثلا 10%. طيب بس أنا دخلت برافعة مالية، دخلت برافعة مالية مثلا 50/1، وهذا الشيء حأشرح لكم إياه هلا. 50/1 معناها 50 ضعف رأس المال تبعي. يعني المنصة اللي أنا عم بتداول فيها مولتني بإنه أنا أدخل ب50 ضعف، يعني ال1000 صارت 50,000، كأني أنا داخل ب50,000 بدال $1,000. لما ارتفع 10% سعر الجولد، فأنا ربحت $5,000. هي مع الرافعة المالية اللي هي 50/1. طيب وبدون رافعة مالية، إذا أنا دخلت ب1000 وارتفع 10%، فأنا رح أربح $100. تخيلوا هذا الشيء الحلو بالفوركس. يعني أنا بنفس رأس المال تبعي، بدل ما أربح $100 بارتفاع 10% بالذهب يلي هو اوريدي ارتفع اليوم بالسوق مثلا، فأنا بهي $1,000 ربحت $5,000 بهي ال10%، لأنه أنا دخلت برافعة 50/1. طبعا في منصات بتعطيك 100/1، في منصات بتعطيك 30/1، حسب أنت مبتدئ. المنصات غالبا لما تكون مبتدئ بيعطوك 30/1 عشان ما تخاطر برأس مالك. في منصات بتعطيك 1000، في منصات بتعطيك 500/1، هي معناها 1000 ضعف رأس مالك، أو 100 ضعف، أو 30 ضعف، أو 500 ضعف. أو في منصات بتعطيك 3000/1. بتعتمد على المنصة وقديش تقدر تغطيك، وقديش بتقدر تدعمك لحتى أنت تقدر تدخل بهي الصفقة بحجم أكبر. ليش أنا حكيت أول شيء ما بنصح بهذا الشيء، وهذا الشيء اسمه مخاطرة، وهذا الشيء بس للمحترفين وليس للمبتدئين أبدا. لأنه ركزوا معي منيح كتير، ركزوا معي. ولنفرض هذا السعر تمام، وانت متوقع صعود، ورحت انت يا شاطر، انت مبتدئ متوقع صعود، بس هو السعر بده ينعكس عليك، فانت دخلت صفقة باي برافعة مالية عالية كتير. ركزوا معي. ورأس مالك كان مثلا $1,000، فلما رح يرتفع لهون انت رح يكون ربحك ولنفرض مثلا $10,000. انت مخاطر، انت اخذ رافعة مالية عالية كتير. فاذا انت رفعت الرافعة المالية تبعك كتير، بالمقابل اذا عكس السوق عليك عكسة صغيرة كتير، $1,000 تبعك رجعت صفر، ما ضل معك فلوس. يعني لما رفعت حجم الصفقة، نحن بنسميه حجم الصفقة، او اللوت، بنقول له لوت، هيك بنسميه لوت. اذا انت عليت اللوت، احفظوا لي هذا المصطلح لوت، اللي هو بيحدد حجم الصفقه تبعك، واللي هو هذا المصطلح يلي بدي اوصل له انا بعد كل هالشرح. هذا المصطلح اللي بدي اوصل له هو اللوت او حجم الصفقه. اذا انت دخلت بلوت عالي براس مال صغير، اوكي، اذا ارتفع السعر رح تربح كثير، اكيد معك انا. بس اذا انخفض انخفاض صغير كثير، رح يطير لك $1,000 تبعك فورا، لانه انت داخل بحجم صفقه على انه $100,000. فلما يعتبرها السوق $100,000، فال1000 ولا شيء، رح تطير فورا. اما اذا انت داخل بحجم لوت صغير، فممكن قد ما عكس السوق عليه لتحت تخسر مثلا $50 او تخسر مثلا $40، واذا ارتفع رح تربح قليل كمان، لانه انت داخل برافعه قليل. فانا بشوف كمبتدئ انك انت تدخل برافعه ماليه صغيره. واساسا منصات التداول بيعطوا المبتدئ 30/1، وبعدين بيصيروا بيرفعوها حسب خبرته بالتداول. فهمتوا علي 100% شو يعني رافعه ماليه؟ لانه هذا الشرح عن جد ما موجود مثله. وصدقني خلص ما عاد بدي احكي كثير، انه قديش انت حتنبسط لقدام
الكلام لما تتعلم التداول. انا اخواتي بدي اياكم تحبوا المجال، حبوه. انا لو ما حبيته وما كان عندي شغف ما كنت نجحت بهذا المجال. ما تاخذوا على انه انا معي $200 بدي ساويهم 2000 وروح اخطب مثلا، ولما تحط ال 200 يصيروا صفر تطلع تسبني وتسب المجال تقول هذا المجال كذا. هي عقليه الناس اللي ما بتنجح بالتداول، صدقوني، وهي نسبتها كبيره. هذا الكلام خطير اللي انا بحكي لك اياه. اقل من 5% اللي بينجحوا بالتداول، واكثر من 95% بيفشلوا بالتداول، وهذا الشيء واضح وشايفينه انتم قديش في ناس متداوله وما بتربح وبيقول لك دائما عم بخسر، لانه بتكون هيك عقليته. ما احب المجال، داخل بس هيك مضطر على فلوس. ما بدي اتطرق لمواضيع تانية بنحكي فيها اخر الفيديو. خلينا هلا بالتعليم. اذا حكيت انا بسرد هيك، انت فهمت كل المصطلحات، فهمت شو يعني صفقات، فهمت شو يعني باي وسيل، شو يعني تيك بروفيت، ستوب لوز، رافعه ماليه، كل هي الامور. خليني اعطيك اخر رسمه صغيره بس لحتى توضح لك نظري ونسكر على كل شيء قبل ما نبدا بالتطبيق العملي. الشيء هذا علمتك اياه لانه المنصه او البرنامج اللي انت بتتداول عليه بيطلب منك كل هي المعطيات قبل ما تدخل بالسوق. اول شيء بيطلب منك شكل الصفقه اللي هو باي او سيل، وهلا بفرجيكم اياها على البرنامج. بيكون هون محطوط قدامك باي، خلينا ننظفها للشاشه مشان ارسم لكم اياها مثل الموبايل بالضبط. بيكون في قدامك باي وبيكون في قدامك كبسه سيل، وهون محطوط فيها السعر وهون محطوط فيها السعر. في عندك خانه بيكون مكتوب فيها 0.01 وهي هي الرافعه الماليه تبعك. بدي اياك تفهمها هيك. هلا في فيديو رح يجي رح اشرح لك فيه بالضبط كيف الرافعه الماليه وكيف بتحسبها وكيف كيف كيف كل هي الامور وتعمل اداره لراس مالك. تابعوا معي كل الفيديوهات، خلوها كسلسله. فانت بيجي هون عندك 0.01، فيك تغيرها ترفعها تساويها 0.02، فيك تساويها 0.03، فيك تساويها 0.50، فيك تساويها 1، فيك تساويها 2. بهي الخانه بتحط الرافعه الماليه تبعك تمام بالبرنامج. وبعدين بيطلب منك التي بي، بتلاقيها خانه فاضيه مشان تعبي السعر. وبعدين بيطلب منك الستوب لوز وبتلاقيها خانه فاضيه لحتى تعبي السعر. بس هذا مختصر لكل شيء شرحته انا. بتدخل اول شيء بتختار زوج العملات اللي هي بتكون رموز قدامك انت، يورو، يو اس دي، يو اس دي جي بي بي، يو اس دي جي بي واي اللي هو الين، كل ازواج العملات. تختار الزوج، بعدين بتدخل بتختار الرافعه الماليه تبعك قديش بدك حجم الصفقه. بعدين بتكتب هون الرقم يلي بدك اياه، مثلا التيك بروفيت مثلا 2710، الستوب لوز مثلا تكتب هون انت كتابه بتكتبهم ارقام 2600 مثلا و90 تمام. وهون بيكون السعر مثلا قدامك 2700 مثلا، وهون 2700. بتحب كل هي المعطيات. بعدين بايدك بتضغط على باي او سيل وبيدخلك على الصفقه، بينقلك على الشارت وبتصير بتراقب الشارت وبتشوف الصفقه تبعك عم تربح او عم تخسر. هيك انا شرحت لك كل شيء نظري، المصطلحات كلها انت فهمتها 100%. عرفت شو يعني صفقات، عرفت شو يعني كل هي المصطلحات اللي انا شرحت لك اياها نظريا. من بعد هذا الفيديو انا معكم بالقناه موجود فيديو ورا فيديو، رح تتطوروا اكثر وتتعلموا اكثر. مثل ما قلت لكم طلب بدي اطلبه منك اذا انت عن جد حابب تتطور وتتعمق بهذا المجال، انك ما تعمل سكيب لاي فيديو رح ينزل بعد هلا. اعتبرها مثل سلسله تعليميه، امشوا معي خطوه بخطوه، شوف كيف حتحترف الفوركس وحتعمل ارباح كثير، وباذن الله حتبدا تشوف نتيجه تعبك. ومثل ما خبرتكم ببدايه هذا الفيديو انا بعطيك الخطه وبالنهايه الباقي عليك. يعني أنا كثير ناس بتشوفني بتفكر انه قاعد على البارد المستريح بكبس كبستين بربح فلوس. لا، انا والله بتعب حتى على عقل. بقرا كتب كل يوم، اكلي، الجيم، عقليتي، هذا كله اسمه تعب، هذا كله اسمه استثمار بنفسك. عندي التزام من سنين طويله، عندي التزام بهذا المجال. تركت كل شيء، حبيت المجال. يعني بدي انت اذا حابب انك تتطور بهذا المجال تحبه، مو بس انه داخل كرمال طالع كم ليره وتمشي كم دولار وخلص. لا، حب المجال. صدقني المجال هذا حيأثر كثير على جوانب تانية من حياتك. انا شخصيتي كلها كانت مختلفه. من شاب بتحكي بمواضيع ممكن، اسف على الكلمه بس ممكن تافهه، تحكي بمواضيع مع رفقاتك، مشاوير، قصص، لشخص تخيل يصير يفكر باسعار العملات، باقتصاد البلاد، بمشاكل شركات واسهم شركات، بسعر الذهب. تخيل قديش حينقل عقليتك من مكان لمكان. فهمتوا شو قصدي؟ يعني انا حبيت المجال، انا طورت فيه لانه حبيته، حبيت اني اتعلم وصرت ابحث دور. فما بدي اطول عليكم كثير، بدي منك هيك تحب المجال. وتابعوني على انستغرام، صار قلت لكم كذا مره، لانه حابدا من بعد هذا الفيديو على اليوتيوب ما اقطع ابدا، وعلى انستغرام معكم كل يوم وخطوه بخطوه. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. هذا الفيديو مجرد انطلاقه بس، وانك تتعلم بس الاساسيات اللي انا بدي اياك تتعلمها. اذا كملت معي لهون اترك لي كومنت حلو، وبتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هذا المحتوى اللي عم اقدمه. عم حاول اقدم افضل محتوى للتداول باللغه العربيه، وباذن الله رح نكون اكبر تجمع للمتداولين واكبر فريق وعيله متداولين بالوطن العربي. بتمنى لكم كل التوفيق. سلام.